خطاب متشدد في احيان كتيره، والدستور بينص ان مفيش احزاب على اساس ديني. نعم. وشفنا فتاوى كتيره لرموز في حزب النور. لما يعلن حزب النور عن تأييده للمشير، هل ده بينتقص من فكره انه المشير يعني بيؤكد على وسطيه الاسلام وتسامح الاسلام والخطاب الوسطي، ولا هو في نفس الوقت بيشير ان حزب النور بيراهن على المرحله القادمه وبالتالي هو يعني ممكن يتحول الى خطاب وسطي؟ لا، انا عايز احرك على حاجه. اولا انا عندي، معلش بقى نختلف هنا، انا عندي تحفظ على هذا السؤال، لان هذا السؤال يوحي وكأن حزب النور بينتهج مذهبا اسلاميا يروج له، وانا عندي تحفظ على هذا. اولا لا، انا اقصد بدون قطع كلام حضرتك اللي هي الفتاوى المتشدده. ما انا هقول لحضرتك، والمشير كان بيتكلم عن التسامح. ما انا هقول لحضرتك. اولا عشان نضبط المساله، سياده المشير حينما تحدث عن الوسطيه فهذا له اصل في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية هي أصل الإسلام. فحتى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالوا ومن يا رسول الله؟ قال: الذين يتشددون في الدين بغير ضرورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدي هذا هو الأصل. حزب النور لم تصدر عنه فتاوى، عشان ما نخلطش في التيار السلفي رموز حزب النور. لا يا فندم، لا يعني ياسر برهامي. لا الشيخ ياسر برهامي هو من رموز الجبهة السلفية اللي هي بتسمى على فهم المتواضع المدرسة السلفية بالإسكندرية. دي إحدى التيارات أو المدارس السلفية. ما يقوله هو فهمه، مع تقديري الخالص ليه جدا، هو فهمه لحكم الله في مسألة معينة. دي مسألة تتصل بالشرع. لكن حزب النور هو حزب حتى الآن سياسي يخضع لنصوص الدستور الذي استفتي عليه الشعب، وكان حزب النور من الداعمين له وممثلا في لجنة ال50 التي صاغته، بينص على حظر. ودي خلي بال حضرتك مهمة جدا. الدستور اللي كان في 2012 كان فيه نص بيقول حظر تأسيس الأحزاب بناء على التفرقة على أساس الدين أو الجنس أو لون أو كذا. دي كانت بتسمح بإيه؟ إن أنا حضرتك أأسس حزب على أساس ديني، وأجيب على سبيل المثال أحد الإخوة الأقباط أحط نائب رئيس حزب أو أمين عام حزب، فيقول لك ده ما فيهاش تفرقة ديني. فعدل النص بقى أكثر انضباطا في الدستور الحالي. الحظر تأسيس الأحزاب على أساس الدين، مش بقى على أساس التفرقة، على أساس ديني، وحظر ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني. فهنا ما بقتش فكرة التفرقة، فكرة أن يتخذ من الحزب ستارا لممارسة نشاط ديني. لازم الناس تعرف كويس الكلام ده، التوضيح ده جميل. لازم الناس تعرف يا فندم أن إسلام مصر الذي دخلها 624 لم تسلم مصر بوصول الإخوان إلى الحكم، ولن تكفر مصر بسقوط الإخوان عن الحكم. مصر كما قال المشير حينما عرف نفسه